اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هاخدكم كده زي ما العنوان بيقول في رحله في حاجه اسمها CSS specificity. الموضوع ده مش جديد، الموضوع ده يعني بقى يعني هرس بحتا، ويعني اتقال فيه حاجات كتير جدا في ال 15 سنة اللي فاتوا، ولا يمكن أكتر من 15 سنة كمان. بس ده مهم جدا لأن هو ده بقت حاجات خلاص بتفوت على الناس اللي لسه داخلة في المجال الجديد أو الجونيورز أو خلافه، في موضوع البعبع بالنسبة لناس كتير جداد في المجال، وهو ال CSS. في ال CSS يعني تعرف منين إن الحد اللي كاتب ال CSS دوت يعني ما يعرفش أوي الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ لما تبص تلاقيه عامل important في كل now and then، تلاقيه عامل important هنا و important هنا و يقول لك عشان خاطر اصل ال CSS ما بيطبقش، عشان خاطر حضرتك ممكن تكون يعني غافل شويه عن حاجه اسمها CSS specificity او مش فاهمها كويس. النهارده هناخد رحله كده في الموضوع. البراوزر ازاي بيفهم اذا كان ده اللي المفروض يطبق او ده او ده، وازاي بيديله الويت بتاعه، ده اللي هنشوفه النهارده. خلينا نبص سريعا كده. عندنا HTML عباره عن شويه ديفات واخده كلاسز، وعامل هنا ديفايه يعني سيلكتور عباره عن الديف نفسها، مديها شويه ستايلز ومديها باك جراوند بلو. طيب السبيسيفيستي شغاله ازاي؟ عندنا في خمس خانات في الرياضيات عادي جدا. طبعا احنا عارفين كل ما كان الخانة على اليمين ده بيكون ليها ويت اقل او رقم اقل، يعني مثلا واحد، القيمة عموما هنا هتبقى واحد لان اصفار على الشمال ملهاش قيمة. وطبعا اعلى حاجة اللي هي مثلا 10000 ده هيكون اعلى حاجة. فكل ما بنحط رقم في اي خانة من الخانات ديت بتاخد ويت اعلى واعلى واعلى. طيب ايه هي الخانات ديت بقى بالنسبة لموضوع السي اس اس specificity؟ ازاي ان هم يعني قريبين من بعض؟ specificity اللي هي يعني انك بتدي ويت لكل سيلكتور من السيلكتورز ديت. خانة الأحاد هي الخانة الأقل، وهي عبارة عن إنك تسلكت عموما بالآيتم نفسه. فمثلا في الحالة بتاعتنا هنا div دوت، لو لقينا فيه في سيلكتور اسم element بنزود في الخانة ديت واحد. فمثلا لو أنا لو قلت له div anchor tag مثلا، يعني فكده في اتنين elements، فده كده اتنين وهكذا. بس فده مثلا من الحاجات اللي انت ممكن تعمل. حاجه تانية ممكن تعملها برضو هو السودو اليمنتس بتتحسب هنا. مثلا لو انا عايز اقول له مثلا div after مثلا، في الحاله ديت after دوت يعتبر سودو اليمنت فبيتحسب هو كمان. فده كده السبيسيفيسيتي بتاعت السلكتور دوت عباره عن اتنين، لان ده وده الاتنين كل واحد منهم بيكون element وهكذا بقى. طيب خلينا اخد كوبي من دوت عشان خاطر نبين في كل مرة. ده مثلا اتنين. طب في الحالة بتاعت div اللي انا عاملها دلوقتي، ده هيكون كله على بعضه عبارة عن واحد، ده الويت بتاعه. طب الخانة بتاعت العشرات بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكلاسز والسودو كلاسز والسلكشن بالديتا اتريبيوتس. فمثلا يعني لو انا قلت له هنا في المثال بتاعي ايتم بس، لو انا قلت له انا عايز الباك جراوند بتاعت اي حاجه الكلاس بتاعها ايتم عباره عن جرين مثلا، ففي الحاله ديت كل الحاجات اللي ليها كلاس ايتم بقت جرين الا الاخير عشان ده ديف ما فيهوش كلاس ايتم. طيب لو انا قلت له نسيت والفايل كبير قوي ورحت قايل له انا عايزه سيان، في الحاله ديت اللي هيديكتيت هو الترتيب بتاعهم لو هما الاثنين عندهم نفس السبيسيفيستي. طب ايه السبيسيفيستي في حاله الكلاس؟ هناخد اهوت الموضوع هيبقى بالنسبة لنا في خانة العشرات هديله واحد. نفس الكلام بالنسبة لده هديله واحد. طب اللي بيديكتيت ايه؟ الترتيب دلوقتي لان السبيسيفيستي بقت واحدة. طب ازاي اخليها جرين طول الوقت؟ هديله سبيسيفيستي اعلى، اخليه دلوقتي ياخد واحد كمان في خانة الأحاد. فدلوقتي ده السبيسيفيستي 11 وده 10، فبالتالي ده اللي بيتنفذ بغض النظر عن الترتيب بتاعه. بالتالي الموضوع بدأ ان هو ينور في دماغك دلوقتي. طيب انا عايز مثلا اطبق موضوع الداتا اتريبيوت مثلا او اتريبيوتس عموما، فهقول له ان انا عايز اي حاجة فيها الداتا التايب بتاعها بيساوي سي بي، خليه الباك جراوند بتاعتها بيلو. هتلاقي دلوقتي ده ما بيتنفذش. ليه؟ لان ده عنده نفس السبيسيفيستي تقريبا بتاعت ده. طب انا لو قلت له لا انا عايز كل الديفات اللي من النوع ده، فبالتالي السبيسيفيستي بتاعته بتكون واحده. طب ده بيطبق عليه نفس السبيسيفيستي بتاعت الاستاذ ده. طب ليه التاني اللي اتطبق؟ عشان خاطر الترتيب بتاعهم، ده 11 وده 11. هل ده معناه ان انا لو انا خدت ده كوبي كده ورحت جاي طالع هنا التاني اللي هيتنفذ؟ لان هما الاثنين نفس السبيسيفيستي، فالترتيب دلوقتي هو اللي بيديكتيت.
طيب خلينا نسيب دي زي ما هو. طب حاجه تانية دلوقتي، انا لو انا رحت قلت له انا عايز كل الحاجات اللي هي ريد، عايز الباك جراوند بتاعتها بريد. خلينا نسكرول كده، عايز باك جراوند بتاعتها بريد. دلوقتي ده ما اشتغلش ليه؟ تاني نفس الفكره، السبيسيفيستي بتاعته دلوقتي ب 10 فمش هيتنفذ. طب عشان خاطر انفذه هديله مثلا لو اديته ديف برضو ده دلوقتي هيتنفذ. ليه؟ لان هو السبيسيفيستي بتاعته بقت 11 والترتيب بتاعه بيديله حق ان هو اللي يتنفذ. طب انا لو طلعته فوق كل الحاجات اللي ب 11 اللي هو مثلا ده، هل هيتنفذ؟ الحقيقه لا. طب اديله سبيسيفيستي اعلى شويه، اقول له مثلا ان انا عايزه الديفز اللي فيها ايتم. الحاله ديت السبيسيفيستي بتاعته عباره عن 21 فهو اعلى من كل الباقيين. عندي كلاسين بقى في خانه العشرات وهكذا. طيب ده كده السبيسيفيستي بتاعت خانه العشرات. طب خانه الميات بقى، طبعا يعني اكيد توقعت الموضوع ده. خانه الميات هو خليني اخد كوبي كده. لو قلت له ان انا عايز اسلكت ماي اي دي وقلت له انا عايزه يكون بيربل مثلا، بيربل مثلا، هتلاقيه دلوقتي ده طبعا بيتنفذ. ليه؟ السبيسيفيستي بتاعته عباره عن، بغض النظر احنا ما حطيناش دلوقتي اي elements، هيكون عباره عن 100 اعلى من كل الارقام التانية، فده دايما هو اللي بيتنفذ. طيب ايه السبيسيفيستي اللي ممكن تبقى اعلى كمان من الاي دي؟ الاي دي طبعا هو very unique يعني very high prestigious selector، بيبقى اتطبق على كل ال elements وال items وال pseudo elements وال pseudo classes وكل الكلام ده. طبعا ال pseudo classes حاجه زي انك تستايل في الفوكس او الهوفر او كل ده بيضيف في الخانه بتاعه العشرات لانه بيتعامل كانه كلاس نفس السبيسيفيستي يعني. طب ايه بيتطبق في خانه الالاف اللي هتوفررايت برضو الحاجات حتى لو الاي دي؟ لو رحنا كده مثلا على الايتم ده وقلت له الستايل بتاعك اللي هو الانلاين ستايل، خلي لي الباك جراوند بمثلا جراي، في الحاله ديت هتلاقي هو اتطبق immediately بغض النظر ان هو ايتم بس مفيش عنده حاجه اقوى. طب انا لو رحت اخدته ده وحطيته في السلكتور اللي فيه اي دي، مع ان الاي دي اعلى، بس هتلاقي هنا ان مثلا ناخد كوبي كده inline style الويت بتاعه 1000، ففيش حاجه من الحاجات اللي فاتت دي كلها تقدر تبيت الانلاين ستايل. طيب انا خليني بقى اجيب لك ليفل الوحش في ان انت دلوقتي لو انت عايز تطبق بقى بره عن كل ده، وده مش ريكومندد خالص اطلاقا، وده اللي كان بيعمله صاحبنا اللي كنت بتكلم عنه في الاول، هو انك تقول له مثلا ايه سبيشال، لو قلت له باك جراوند انا عايزه ان هو يكون بلاك، ده طبعا مش هيتطبق. ليه؟ لان السبيسيفيستي بتاعته بنفس الحسابات اللي احنا حسبناها قبل كده هتكون عبارة عن 10، صح كده؟ طيب ازاي بقى نخليه يباي باس كل الكلام ده؟ ان انا اروح احط له الكلمة اللي احنا ما بنحبهاش دي اسمها important. الحالة ديت هيروح لاخر خانة اللي هي ال10,000 ويحط واحد، ده اعلى حاجة ممكن تتطبق. طبعا لو بقى في حاجتين واخدة نفس السبيسيفيسيتي بتاعت important، 2 important اللي بيجي في الاخر هو اللي بيتطبق، فتحاول تافويد الموضوع ده هو. يعني اتمنى تكون الموضوع بسيط وسهل وممكن تتخيله في دماغك دايما بالارقام السبيسيفيستي عامله ازاي. طب انت شاكك الدنيا تبقى عامله ازاي في السبيسيفيستي؟ خلينا اقول مثلا ده احنا حسبنا السبيسيفيستي بتاعته ب 11. في سايت لطيف قوي اسمه سبيسيفيستي كالكوليتر، ممكن تروح تكوبي الحاجه وتحطها، فتلاقي ان هو هنا بيحط لك في خانه الاي ديز كلاسز الاليمنتس، تقدر تحسب بقى زي ما انت عايز ومديلك امثله تانية هنا. في برضه من الحاجات اللي هتوضح لك القصه بشكل لطيف قوي برضه حاجه قديمه جدا اسمها سي اس اس سبيسيفيستي عن طريق الفيش. يعني عندك الاستريسك دي اللي هو اليونيفرسال سيلكتور بيكون ملوش سبيسيفيستي خالص، فلو ما فيش اي حاجه متطبقه هتطبق الستايل دوت في كل الاليمنتس. لو هو element واحد، لو هما 2 element ب2، لو هما مثلا 12 element بالشكل دوت. الكلاسز لو انت عملت combination بقى بين كلاس وما بين ديفاي وهكذا. طبعا هنا في اللاين ستايل بيخليه 1000، في الامبورتنت بيخليه 10,000 وهكذا. يعني هخلي لك كل اللينكات ديت في الديسكريبشن جاست ان كيس انك تبص عليهم، وان شاء الله يعني الموضوع يبقى بالنسبه لك مفيش اسهل من كده. ده بيتسال ساعات في الانترفيوز وساعات بيكون في التريفياز، يقول لك مثلا السلكتور ده هيسلكت ايه، فتبقى انت خلاص في ماب في دماغك انت بتفكر فيها بشكل عامل ازاي. اتمنى تكون استفدت اي حاجه من الفيديو دوت، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.